لو عملت الثلاث حاجات اللي اقول لك عليهم دلوقتي هتشحن الايفون بتاعك مره واحده بس في اليوم، وده طبعا هيقلل دورات الشحن ويحافظ على صحه البطاريه بتاعتك اكتر. هتخش على الاعدادات وانزل ابل انتليجنس اند سيري، وانزل تحت خالص اقفل الاقتراحات دي كلها. تستهلك بطاريه وما بتاثرش في تجربه استخدامك في حاجه، فقفلهم احسن. الحاجه الثانيه هتخش على جنرال او عام، وانزل تحت شويه لباك جراوند اب ريفريش او تحديث التطبيقات في الخلفيه، واقفل هنا اي تطبيق انت شايف ان انت لما بتستخدمه وتطلع منه ما بتحتاجش ترجع تفتحه تاني وتكمل استخدامك عليه، وده لان التطبيقات دي بتفضل شغاله في الخلفيه وبتستهلك بطاريه من غير استخدام. اهم حاجه انت لازم تبقى عارفها قبل الحاجه الثالثه هي انك تعمل فولو اكيد، بس لا، الحاجه اللي انت لازم تبقى عارفها فعلا هي ان انت لو معاك من ايفون 15 وانت طالع، فكل 50 دوره شحن بتساوي 1% في صحه البطاريه. ده الطبيعي وده كلام ابل برده مش كلامي، يعني مش هبدا بالدقه دي. فانت لو ماشي كده ال 1% ب 50 شحنه فده الطبيعي عادي خالص، ما تقعدش بقى تشغل نفسك بصحه البطاريه والكلام ده كله. الحاجه الثالثه اللي انت لازم تعملها برده، فمن الاعدادات هتنزل تحت خالص لبرايفسي اند سكيورتي او الخصوصيه والامان، وخش على لوكيشن سيرفيس. ونفس الكلام برده التطبيقات اللي انت شايفها بتستخدم الموقع طول الوقت وهي ملهاش لازمه انها تستخدم الموقع، او انت مش محتاج ده مثلا فاقفلها، او على الاقل خليها لما تستخدم التطبيق بس عشان يعني ما يفضلش شغال طول الوقت.